اون سبورت بتستضيف اللعيبه واللعيبه مش مركزه في التمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد خساره الاهلي امبارح من باتشوكا بضربات الجزاء، لما تعادلوا 1-1 في المباراه وذهبوا لضربات الجزاء، الاهلي في الماتش ده كان بيشوف اللعيبه بتاعته. المدرب كان بيجرب كل اللعيبه، 11 لاعب في الشوط الاول و11 تانيين مختلفين خالص في الشوط الثاني. الشوط الاول زي ما احنا عارفين ان كان وحش جدا، الدفاع سيء جدا 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 ومفيش ربط بينهم خالص، وشفنا يعني ما شفناش كوره اصلا في الشوط الاول. الشوط الثاني بدا تصحيح المسار، نزل كابتن محمود تريزيجول يا جماعه، واهم صفقه من وجهه نظري في الميركاتو الحالي. نزل تريزيجيه، نزل زيزو، نزل حمدي فتحي، الدنيا اشتغلت شويه تمام. طب بعد كده يا جماعه إيه اللي بيحصل؟ الاهلي زي ما احنا عارفين ان بريزنتيشن واللي هي تبع الاونو سبورت طبعا واخده حقوق حاجات كتير قوي، من ضمنهم ان هم يذيعوا يعني شويه كده من التمرين بتاع النادي الاهلي وتغطيه وحاجات من ده. طبعا الجمهور زعلان ان اللعيبه كل يوم تطلع في برنامج. طبعا الجمهور زعلان يا جماعه بسبب الموضوع ده تمام. ليه؟ بيقول لك اصل اللعيبه مش مركزين، اللعيبه هو فعلا عندهم حق. اللعيبه امبارح ما شفناش فيه اصلا اي تركيز، زي ما يكونوا واخدين الموضوع فسحه. طب ايه اللي حصل النهارده؟ الاهلي نزل على صفحته ان الفرقه تدخل في معسكر مغلق لحد يوم الماتش. طبعا دي حاجه كويسه. هنرد بس على اخواتنا الاهلاويه اللي خايفين على النادي زيي وزي اي حد. احنا فعلا اللعيبه مش مركزه، بس انا عايز اقول لك ان دي بطوله عالميه. دي بطوله لازم يكون في تغطيات بحجم النادي الاهلي، بحجم البطوله. هيدخل من وراه مكاسب كبيره جدا للنادي وللقناه اللي بتغطي الماتش. طيب ما فيش حاجه، بس المهم ان احنا يعني نلحق اللي بيحصل قبل فوات الاوان. بقول لك احنا خايفين يحصل زي ما حصل في 2019 مع منتخب مصر و2018 برضه مع منتخب مصر في كاس العالم، والتاني كانت في افريقيا لما افريقيا كانت عندنا هنا وطلعنا 1-0 قدام جنوب افريقيا. ان شاء الله مش هنوصل للوضع ده، وان شاء الله اللعيبه تكون مركزه، وان شاء الله اللعيبه تكون تدخل المعسكر المغلق اللي الاهلي هيعمله متابع للفيفا ان شاء الله، واللعيبه تركز وتعمل كل اللي عليها وتبذل قصارى جهدها، عشان انت في ملايين بيشجعك. انت دلوقتي معاك فرقتين، انت معاك فرقتين دلوقتي ياكلوا الصخر. انت معاك لعيبه بسم الله ما شاء الله عليه، يعني من فتره كبيره جدا ما كانتش الفرقه دي موجوده. عايزين نستغله كل لاعب، ونستغله حمدي فتحي الموجود معاك شهر. عايزين نقدمه بطوله يعني تليق بحجم النادي الاهلي ونوصل لابعد نقطه. مش هقول لك يا عم خد البطوله بس، امشي ما تطلعليش بقى حصاله وتطلع من دور المجموعات والكلام ده كله. الماتش الجاي هيحقق لك مكاسب كبيره جدا، اعلاميا فنيا كل حاجه. انت العالم كله بيتفرج عليك عشان انت بتلعب ماتش الافتتاح لحسن حظنا، عشان احنا نادي سالك. فان شاء الله الدنيا تستر معانا كده وربنا يسترها معانا، ونكسب ماتش انتر ميامي واللعيبه تركز وتفوق وتكونوا رجاله.